اتخيل معايا كده، انت هسه قاعد تجرب في البيبسي بتاعك او بتاكل لك في حلوى او بتاخد في علاج. في مادة خفيفة جوا المنتجات دي هي الأساس، ولو اختفت مسائل العالم دي كلها بتجي في محلها. والغريب منه إن المادة دي أصلها طالع من أرض واحد بس. المادة دي هي السمق العربي. السودان ده ما بس بينتج سمق عادي، ده بيمتلك أكبر حزام سمق عربي في الكوكب كله، وبنسيطر برانا على أكثر من 80% من حوزة العالم للسمك ده، لدرجة إنه أمريكا زمان لما فرضت عقوبات اقتصادية شديدة اضطرت تعمل استثناء خاص للسمك العربي السوداني عشان مصانعها الكبيرة والبراندات العالمية ما بتقدر تجيب يوم واحد بدونها. لكن السؤال اللي بيوجع القلب بجد هنا وين؟ كيف ثروة بالفخامة دي ماسكة عصب الصناعات الغذائية والدوائية في العالم بمليارات الدولارات تطلع من أرضنا كمادة خام وبتراب الفلوس عشان تتصنع برا وتتباع بأضعاف سير، ونحن ما مستفيدين منه ولا أي حاجة. صدقوا الكلام ده يا ناس. ثروة حائرة ومورد عالمي نادر ضايع في طرق ومتاحات ما معروفة، ودون ما نعمل له قيمة مضافة في بلد. تفتكروا المشكلة كانت في التسويق والتصنيع المحلي، ولا نحن ذاتنا ما عرفنا قيمة الحاجة القاعدة بيدينا دي؟ اكتب لي رأيك في التعليقات.